كانت بتتزوق قدام السراحه هنا وهي قاتله باباها. صورته بعد ما قتلت ابوها على طول. القصاص، العدل، الحكم بالاعدام، الحكم بالاعدام. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. جريمة النهاردة واحدة من أغرب الجرائم اللي ممكن تشوفها أو تسمع عنها في حياتك. بنت أنهت حياة أبوها بإيديها، ولولا إن أبوها كان مشهور في القرية بحسن السير والسلوك كنا قلنا عليها إن هي بنت للشيطان. امسك أعصابك وحاول تحفظ لسانك وانت بتسمع الفيديو، لأن فعلا اللي حصل ما يصدقش. جريمة النهاردة حصلت في شهر يناير 2024، يعني في السنة اللي احنا فيها دي. وزي ما احنا متعودين في 8 غرب إن احنا بنبتدي الحكاية من البداية، وعشان كده هنرجع لعام 2008 لما قرر شاب محترم جدا اسمه أسامة وكان بيشتغل فني إلكترونيات إن هو هيتجوز. أسامة اتجوز من واحدة بنت حلال مش معروف اسمها، ونتج عن الجواز ده بعد سنة طفلة اسمها منى. وتشاء الأقدار بعد سنين بسيطة إن والدة منى تتوفى ويفضل أسامة مع بنته. فضل أسامة مع بنته يرعاها ومرضيش يدخل عليها ست تانية، لأنه عارف إن معاملة الأم ما بتتعوضش، وده خلاه يمتنع عن الجواز. ومهما كانوا اخواته بيضغطوا عليه كان مصر ان هو ما يدخلش ست تانية على بنته. لكن اخواته فضلوا وراه، ويوم عن يوم كان شايف ان بنته بتكبر ومحتاجة لحد معاها ويراعيها ويراعي البيت، لان هو في شغله ومش معقول ان هو يلاحق على البيت والشغل مع بعض. وعن عدم اقتناع قرر أسامة ان هو يتجوز فعلا. اتجوز أسامة، وبعد فترة من الجواز بدأت المشاكل بين منى ومرات أبوها. وبمعنى أصح كده كانت منى بنت متدلعة جدا، وأبوها كان مدللها زيادة عن اللزوم، وكان أي طلب بتطلبه كان بيجيبه لها. وده خلاها تتلكك لمرات أبوها، وكل يوم تعمل معها مشكلة علشان تطفشها من البيت. وفعلا نجحت منى في اللي هي كانت بتفكر فيه، وقدرت تخلي أبوها يطلق مراته. وبعدها بدأ أسامة يقعد مع اخواته ويقول لهم خلاص أنا عملت اللي انتوا عايزينه، محدش يقترح عليا فكرة جواز تاني. أنا هعيش لبنتي علشان أأمن لها مستقبلها وأنا عايش حتى بعد ما أموت. وكان عند أسامة ورشة تصليح أجهزة إلكترونية بيفتحها في أذان الظهر، وبعد أذان المغرب بيقفلها وبيرجع على بيته. وما كانش شايف في حياته كلها غير شغله وبنته اللي عايز يأمن لها مستقبلها. وده خلاه يكتب الشقة اللي هم قاعدين فيها باسم بنته، وحط لها مبلغ باسمها في البنك كوديعة. لكن المبلغ والشقة دول مش هيروحوا لمنى إلا في حالة وفاته هو، وخصوصا إن بنته لسه صغيرة. ولما تمت منى 15 سنة كان في واحد اسمه أحمد صاحب أسامة، وكان أحمد عارف قد إيه أسامة مدلع بنته وما كانش بيعز عنها حاجة. وده خلاه يطلب إيد منى بنت أسامة لابنه محمد، وكان ابنه محمد ده عنده 19 سنة. أحمد وهو بيطلب الطلب ده كان متأكد إن أسامة مش هيرفض بحكم العشرة اللي ما بينهم والصحوبية. لكن أحمد اتفاجئ إن أسامة بيرفض وبيقول له إن منى لسه صغيرة. وفضل أحمد يلح على أسامة ويقول له ده سلو بلدنا ومعظم البنات عندنا بيتجوزوا وهم صغيرين. لكن أسامة أصر على موقفه وقال له إني مش هجوز بنتي غير لما تتم السن القانوني. وده تسبب في زعل بين أحمد وأسامة. وبعدها أحمد أخد بعضه وطلع على أبو أسامة، راجل كبير ومحترم، وبدأ يحكي له ويقول له يرضيك ابنك أطلب منه إيد بنته لابني يرفضني؟ فضل أحمد يقنع في أبو أسامة لحد ما خلاه يوافق إن هو يتوسط له عند أسامة علشان يوافق على الجوازة. وتاني يوم أبو أسامة جابه وكلمه في الموضوع وأقنعه، وأسامة وافق على الموضوع لكن بشرط إن هما يعملوا خطوبة بس، وإن الجواز ما يتمش غير بعد 3 سنين لما تكون منى تمت 18 سنة. وده لعدة أسباب. السبب الأولاني إن هو كان عايز يحافظ على حق بنته في جوازها، لا قدر الله لو حصل حاجة زي الطلاق وهي ما تمتش 18 سنة هتكون في نظر القانون هي مش متجوزة. وتاني حاجة لو حصل حمل في الفترة دي وهي لسه صغيرة مش هيعرفوا يسجلوا الطفل بالتاريخ المظبوط. ده غير إن أسامة كان مجهز بنته من كل حاجة، أجهزة كهربائية وأدوات منزلية، وما كانش مخليها محتاجة حاجة أبدا. وهو ده كان سبب رفضه للجواز. لكن هو حاليا وافق على الخطوبة بشرط إن الجواز ما يتمش غير بعد 3 سنين وتكون البنت تمت 18 سنة عشان تحفظ حقوقها. وتمت الخطوبة على كده. أسامة كان محرج على محمد إنه ما يجيش البيت يقعد مع منى غير كل يوم جمعة علشان هو كمان يبقى أجازة من شغله، وعشان كمان يبقى قاعد معاهم في البيت.
لكن كان سامح لهم عادي بالمكالمات التليفونية. كان محمد ومنى بيتكلموا مع بعض كل يوم بالساعات لحد ما اتعلقوا ببعض وحبوا بعض. على الناحية التانية أسامة كان بيساعد محمد خطيب بنته بطريقة غير مباشرة، لأن محمد كان عنده توك توك وكان شغال عليه، وكان أسامة بيتصل عليه وقت ما بيكون رايح الورشة بتاعته علشان محمد يجي يوصله، وكان بيخلص شغله وبيتصل على محمد علشان يجي يروح، مع إنه كان قادر إن هو ياخد أي توك توك تاني أو حتى عربية توديه، لكن هو كان حابب إن هو يساعد محمد بطريقة غير مباشرة علشان ما يحسس محمد بإن هو بيساعده. وكان محمد كل فترة والتانية بيستغل إن أبو خطيبته معاه في التوك توك وبيبتدي يكلمه ويقوله إن هو عايز يقدم موضوع الجواز ده شوية، لكن كان في كل مرة بيفتح فيها الموضوع مع أسامة كان بيلاقي رفض شديد جدا. وعلى الناحية التانية منى كانت هي كمان عايزة تتمم الجوازة مع محمد لأنها حبته جدا، وده خلى محمد في يوم من الأيام يعرض على منى إنهم يحطوا أبوها قدام الأمر الواقع ويهربوا ويتجوزوا برا البلد، وبالطريقة دي هيضطر أسامة إن هو يقبل بالأمر ويرجعهم تاني يعيشوا في البلد. وهنا الشيطان ابتدى يشتغل. بعد ما محمد عرض عليها العرض ده، تخيلوا حضراتكم إيه رد فعل منى. منى رفضت موضوع الهرب ده بشكل نهائي، وقدمت لمحمد حل تاني ما يجيش على بال الشيطان نفسه. اقترحت على محمد إن هما الاتنين لازم يخلصوا من أبوها ويقتلوه لكذا سبب. السبب الأولاني إن هما كده هيتجوزوا وأسامة اللي كان واقف في طريقهم مش هيبقى موجود، والسبب التاني إن لما أسامة يموت هتكون الفلوس اللي في البنك والشقة هتتنقل مباشرة لملكية منى، وهيفضلوا عايشين فيها ومعهم فلوس، وده الخيار اللي مش هيبقى موجود في حالة لو هم هربوا. وقالت له نهرب ليه واحنا معناش فلوس؟ لا، نتجوز ونقعد هنا ويبقى معانا فلوس أحسن من إننا نهرب. وقدرت منى تقنع محمد باللي بيدور في دماغها لحد ما جه يوم 19/1/2024 نزل أسامة زي أي يوم ساعة أذان الظهر علشان يروح الشغل بتاعه، واتصل على محمد خطيب بنته كالعادة علشان يجي يوصله، لكنه اتفاجئ بمحمد بيقوله إن التوك توك بتاعه فيه عطل بسيط وهو قاعد بيصلحه، وطلب منه محمد لو أمكن إن هو يتمشى لحد ما يجيله على الورشة اللي هو بيصلح فيها التوك توك، وعقبال ما هيوصل هيكون محمد قدر يخلص اللي في ايديه ويصلح التوك توك بتاعه. طبعا أسامة مداش خوانة ووافق على طول، وراح أسامة على المكان اللي قاله عليه محمد. وأول لما فتح الباب ودخل المكان فاجئه محمد بضربة قوية جدا بحديد على راسه أفقدته الوعي، وبسرعة بعدها طلع محمد سكينة كان مجهزها وابتدى يطعن بيها أسامة في منطقة الصدر والبطن لحد ما اتأكد إن روحه فرقت الحياة تماما. وبعدها اتصل محمد بمنى وبلغها إن هو عمل اللي اتفقوا عليه، وبسرعة حضرت منى وجابت معاها ملاية سرير وحبال وراحت على المكان اللي فيه جثة والدها. وأول لما وصلت للمكان أخدت السكينة من محمد وابتدت تطعن بيها والدها وهي بتضحك ومبسوطة جدا، وبعدها لفوا الجثة في الملاية وشالوها وحطوها في التوك توك. ودت منى لمحمد مبلغ قيمته 26,000 جنيه، واتحرك محمد بالتوك توك علشان يتخلص من الجثة، ومشيت منى وراحت على بيت عمها علشان تقعد مع بنت عمها هناك. وهناك بدأت منى تتصرف تصرفات غريبة جدا، بدأت تحط مكياج بطريقة هستيرية وتقول لبنت عمها إن النهاردة أسعد يوم في حياتها، وقالت لي انا فرحانه قوي، انا حاسه النهارده عندي عيد، وقعدت تعمل هي قالت لك كده؟ هي قالت لي كده، قعدت تحط مكياج على وشها وفرحانه وفتحت الاغاني ومش عارفه ايه. دخلت واتمكيجت وبنت عمها صورتها وتقول لك النهارده فرحي وانا هجيب تورته ومش عارف ايه. طب ليه ابوك دي مش واجع في قلبك؟ ولما جه المغرب وأسامة لسه مرجعش البيت، اخواته وعيلته قلقوا عليه جدا، لأنه هو مش من عادته إن هو يتأخر بعد أذان المغرب. وبعد أذان العشاء راحوا كلهم لمنى عند بيت عمها وسألوها عن أبوها، فقالت لهم بكل برود إن في واحد اتصل عليه وراح له علشان يصلح له تلفزيون، وطبعا كانوا بيتصلوا عليه وتليفونه كان مقفول دايما. ولما رجعوا كلهم البيت علشان يشوفوا هو رجع ولا لسه، دخلوا البيت فواحدة من اخوات أسامة شافت البيت مكركب جامد، ولما سألت منى عن السبب ردت منى وقالت لها إن بقالها فترة مرتبتش البيت علشان كده هو مكركب. وفي وسط القلق ده كله اتصلت منى على محمد وطلبت منه إن هو يجي يقف معاهم، وإنه يتظاهر بإنه بيدور معاهم على أبوها علشان محدش يشك فيه. وكان قبلها محمد قدر إن هو يتخلص من جثة أسامة،
عن طريق إن هو رماه في ترعة أو مصرف من المصارف اللي موجودة في وسط الزراعات في قرية أبو تشيش، وبعدها رجع التوك توك بتاعه على البيت وراح لهم علشان يعمل نفسه بيدور معاهم. وتاني يوم بعد ما يأسوا كلهم راح والد أسامة على اسم الشرطة وعمل بلاغ بالتغيب، وابتدت الشرطة تتحرك في تحرياتها. وطبعا في القرى والأرياف الصغيرة دي الناس كلها بتبقى عارفة بعض. والراجل اللي اتصل على ابن أخو أسامة ده بلغه إن جثة عمه موجودة في ترعة أبو تشيش، ووصف له المكان، والعيلة كلها ابتدت تتحرك على هناك. لقينا تليفون غريب، رقم غريب بيرن، قال له في حد غايب من امبارح عندكم. لما وصلت عيلة أسامة للمكان كانت الشرطة محاوطة المكان كله، لأن اللي اتصل على ابن أخو أسامة ده كان متصل قبلها بالشرطة ومبلغهم باللي شافه. والشرطة هناك منعت عيلة أسامة إنهم يدخلوا ويشوفوا الجثة، لأن رجال الشرطة لسه ما كانوش اتأكدوا إن دي جثة أسامة فعلا. ولكن أثناء ما كانت الشرطة بتنقل الجثة شافت أخت أسامة وهي واقفة الملاية اللي كانت ملفوفة بها الجثة، وعرفتها فورا لأن الملاية دي كانت زوجة أسامة اللي توفت جايبة منها 2. الشرطة نقلوا الجثة واستدعوا أخت أسامة وكشفوا لها الجثة، وفعلا طلعت جثة أسامة أخوها. وقالت أخت أسامة في التحقيقات إن هي شاكة إن أخوها اتقتل في بيته، وطبعا مفيش حد عايش مع أسامة في البيت غير بنته منى. وفورا استدعوا رجال الشرطة منى علشان يسألوها عن اللي حصل في اليوم ده، بس ما كانش فيه أي شك من ناحيتها، لأنها كانت لسه صغيرة في السن، واللي اتقتل ده يبقى أبوها، وكان بيحبها جدا. وقالت لهم منى نفس الكلام اللي قالته لعيلتها. وفي الآخر النيابة أخلت سبيلها وبعتوا لمحمد خطيبها علشان يستجوبوه. وفي أثناء التحقيق طلب الضابط اللي بيحقق من محمد إن هو يجيب تليفونه، ولما فتح الضابط التليفون لقى رسائل غريبة بين محمد ومنى في نفس التوقيت اللي أسامة كان مختفي فيه. رسائل بتسأل فيها منى محمد وبتقوله عملت إيه؟ خلصت ولا لسه؟ وفي رسالة من الرسائل بيقول محمد فيها لمنى إن هو خلص الاتفاق، وبيطلب منها إن هي تجيب حبل وملاية وتدور على أي فلوس في البيت. وساعتها وفورا تم التحفظ على محمد، وبعتوا يستدعوا منى تاني. ولما قعدت قدامهم وواجهوها بالرسائل دي انهارت على طول واعترفت بكل حاجة، وقالت على السبب اللي خلاها تعمل كده، اللي هو طبعا البيت اللي أصلا باسمها. اللي يقهر في الموضوع إن أسامة كان مأخر جوازها علشان يحافظ على حقها بعد الجواز، ويمكن كان لحد آخر نفس في حياته كان خايف عليها وبيفكر فيها. وواحد زي محمد ده إزاي كان هيآمن على نفسه مع واحدة بتفكر مجرد تفكير إنها تنهي حياة أبوها؟ أديها لبسته إعدام، وهي من المحتمل إنها تتحط في الأحداث علشان هي لسه في نظر القانون طفلة. وفي النهاية تم تحويل محمد ومنى للنيابة العامة، وفي انتظار القصاص العادل في حق الشياطين دول. واحنا بنعرض القصص دي هنا لحضراتكم للموعظة والاعتبار. وفي آخر الفيديو حابب أسأل حضراتكم، هل يا ترى قانون الطفل في مصر عندنا محتاج لتعديل؟ أتمنى ردكم في التعليقات. دمتم في أمان الله. سلام.